مازالكم تستعملوا الفرينه العاديه؟ علاش ما تبدلوهاش بالفرينه الصحيه وديروا فيها خبز صحي؟ الفرينه تاع اليوم اللي استعملتها لا ملتي سيريال معمره بالالياف والمعادن والفيتامينات، يعني وصفه اليوم صحيه. عندي رطل هنا تاع الفرينه، عندي ملعقه خميره الخبز استعملت هذه تاع اكل، خميره فوريه يخمر لكم الخبز يعني بالخف. درك نضيفوا رشه تاع الملح، نزيدو هنايا في الرطل تاع الفرينه 400 غرام تاع الماء يكون دافي، نتجمعوه هنا. وشنو العجينه تاعي نخبطها تخي بيان باليد ونخليها تخمر لي لمده نصف ساعه. بعد نص ساعه هنايا خليتها تخمر، رحت عاود جبت هذيك العجين تاعي ديغازيتها، ودوكا نبداو نخدموا خدمه واحده اخرى، هي الخدمه واسمها المد والطوي. معناتها هنايا نرفد ونخبط العجين تاعي تخي بيان واحد 10 دقائق هكذاك باليد، ما تستحقوش كامل خلاط كهربائي. خليتها تخمر للمره ثانيه ديغازيتها كيما شفتوا. دوكا واش راح ندير؟ انا فتحتها هنايا بالسميد مع الاخر باش يجي الخبز تاعي يقرمش. هنا شكلت كيما شفتوا شكل لي باغيت. هنايا انا حبيت فقط ندهن من الفوق، نحب نشوف الخبز تاعي شويه احمر من الفوق. وهذه هي وصفتنا اليوم، طيبته على 250 درجه. المده تاع طياب هي واحد ربع ساعه هكذاك، تشوفوه يعني طاب لكم من تحت. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، جربوها وبعثوا لي كامل تطبيقاتكم، والى الملتقى ان شاء الله. السلام.